السلام عليكم، صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. عارفه ان انا مقصره معاكم في الفيديوهات، بس انا برضو زعلانه منكم. ليه؟ اعتب عليكم هقول لكم دلوقتي. بس بقى ما اقدرش اغيب عنكم كل ده، بس انا بوريكم بقى عشان تعذروني الدوشه والكركبه اللي انا فيها. هتشوفوا كل ده دلوقتي في الفيديو ده، وهنشوف هنجهز مع بعض كده ايه النهارده وهنعمل ايه، وايه هي اخر الحاجات اللي انا عملتها في شقتي. وبقى مين مستني ومتحمس ان هو يشوف الشقة بعد التعديلات اللي هعملها فيها؟ اللي متحمس ومستني يحط لي لايك على الفيديو. مش عايزة تحط لايك خلاص ما تحطيش براحتك، بس انا بالنسبة لي اللايك بتساعدني جدا، وطبعا ينورني اشتراكك في القناة. اول حاجة كده دخلت على المطبخ. انا كنت قبلها تحت في الشارع بجيب حاجات يعني كده عشان احضر الغدا، فجبت بانيه وتبلته وسبته شويه، وبعدين قلت ايه، عملت لكم المقدمه كده بره باللبس بالمره. قلت وانا لابسه إيه، انا دلوقتي في عارفين اللي هو ايه، عشان الاقي مثلا حاجه البسها دي بتبقى حاجه صعبه جدا جدا يعني بالنسبه لي. فاللي هو قلت لا بسرعه بقى كده وانا لابسه اخد المقدمه للفيديو ده علشان ما اقدرش اتاخر عنكم كل ده. ليه بقى زعلانه منكم؟ وليه يعتب عليكم؟ مشكله ان الواحد جايله كده سدة نفس من القناه ومن اليوتيوب عموما بسبب قله التفاعل. مش عارفه بقى يعني ايه. قلت لكم قبل كده والله الواحد يعني كل الناس اللي بتصور عارفه كده بنتعب جدا في التصوير والمونتاج، وخصوصا لما تكون ست وعندها بيت وولاد وكده بتبقى حاجه صعبه قوي قوي. ومقابل ده مفيش يعني مفيش تفاعل، مفيش مشاهدات، مفيش لايكات، مفيش اشتراكات مفيش اي حاجه. فانا في الاول في الاخر بقول الحمد لله رب العالمين، عادي يعني انا راضيه مفيش مشكله. بس عارفين اللي هو الاحباط لما تعملي حاجه وتتعبي فيها قوي 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 وما تلاقيش مثلا كلمه، ما تلاقيش تقدير بقى يعني ايه. فهو ده مش تقدير منكم قصدي يعني، لا يعني ايه، مفيش بقى مشاهدات. اليوتيوب نفسه ما بيرفعش الفيديوهات ان هي تتشاف لاكبر عدد من الناس. انا عندي تقريبا دخلت على 40,000 مشترك، اليوتيوب ما بيرفعليش حتى الفيديوهات ان هي توصل لل40,000 اللي عندي للأسف. وده مش فاهمة ليه او مش عارفة ليه. لو حد يفهم في الموضوع ده او عارف في الموضوع ده ياريت ينورني ويقول لي. المهم بقى ايه حمرت كده البانيه وانا برغي معاكم اهو. عملت طبعا معاكم البانيه كتير جدا جدا في القناة. فمرضيتش اعلق على التتبيله ولا اعلق على اللي انا كنت بعمله يعني في الاكل. طلعت بقى بره كده ابص على الشغل. بوريكم بقى ورق الحائط اللي انا اخترته معاكم في الفيديو اللي قبل ده على طول، لما نزلت العتبه وصورت لكم في المحل اللي انا اشتريت منه، ووريتكم كمان الحاجات اللي عجبتني. دي حاجه من الحاجات اللي عجبتني. فهنا كانوا هم بيرتبوا ان هم يركبوه يعني. يا جماعه طلع تركيبه مش سهل خالص خالص، لان انا كنت فاكره الموضوع اسهل من كده. ربنا يقويهم بجد. بس بوريكم بقى حته صغيره كده من الكركبه اللي انا عايشه فيها. يعني دي كده اوضه واحده. بجد بجد ربنا يكون في عون الناس اللي بتعزل كل شويه دي. مش عارفه بيعملوا ايه في حياتهم، يعني حياتهم كلها شيل هدوم وحط هدوم رص دولاب ولم نيش ومش عارف ايه. الحياه بتاعتهم ما فيهاش حاجه غير كده بصراحه. فربنا يقويهم ويكون في عونهم. لان انا بجد بجد والله الحمد لله. يعني بصوا وريتكم حته صغننه كده من الديكوريشن تمام. ومرضتش بقى، قلت لا انا لازم اعمل لكم جوله بقى لما الشقه كلها تخلص ان شاء الله وتبان كويس. هعمل لكم جوله في الشقه كلها. بس اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان اول ما الفيديو ده ينزل يوصل لكم على طول اشعار على التليفون ان هو نزل. طبعا الناس اللي ما شافتش بقى النيش بتاعي القديم، النيش بتاعي ما كانش شكله كده خالص. هحط لكم برده صورته دلوقتي ان شاء الله على الشاشه. دهنت النيش بتاعي لون ابيض. قلت بقى عشان يمشي مع الديكور الجديد كل حاجه هتبقى مودرن ان شاء الله. وطبعا عشان يدهن كان لازم اشيل كل حاجه فيه، وده شيلته معاكم برده في فيديو. فدلوقتي انا ببتدي ارص النيش واحده واحده كده. طب ليه ناس ما بترص النيش والشقه لسه ما خلصتش؟ زي ما قلت لكم كده دي كانت اوضه واحده من الكراكيب. فانا كنت شايله كل الحاجات اللي في النيش في كراتين كراتين كده، في ورق وجرانين وكراتين وكده. فكانت عامله زحمه جامده، وخايفه بقى على الولاد وخايفه حاجه تتكسر. فقلت خلاص طالما اي حاجه تخلص احاول اخلصها وافضي مكان بسرعه، عشان يعني افضل تبقى امشي كده واحده واحده، ما احسش ان الدنيا كلها كركبت فوق دماغي مره واحده. نيش عايزه ترص ودولاب عايزه تتعمل وهدوم عايزه تترص لا امشي كده واحده واحده طول ما انا ايه فاضيه. مثلا ساعه واحده في اليوم بعمل الحاجه دي. طبعا انا غيرت مفارش النيش عشان تمشي
برضو مع النيش، وتمشي كمان مع الالوان والديكورات اللي انا عاملاها. ان شاء الله هتشوفوها هتعجبكم جدا جدا. بس زي ما قلت لكم لازم تشتركوا في القناه عشان الفيديو ده اول ما ينزل يوصل لكم باشعار. طبعا قولوا لي بقى رايكم، النيش البني الكئيب القديم احلى ولا النيش الابيض احلى؟ بصوا، عشان الناس اللي ما تعرفنيش واول مره بتتفرج عليا، انا ما بحبش، بكره الغوامق. يعني انا بحب دايما اشوف كل حاجه قدامي فاتحه ملونه ما اعرفش ايه كده، وفي نفس الوقت مش الالوان الاوفر، يعني اللي هي تحس ان احنا قاعدين في جنينه في شم النسيم كده، لا. يعني انتوا ان شاء الله باذن الله لما اعمل لكم الجوله هتلاحظوا وهتشوفوا ان كل الالوان هاديه، وزي ما قلت لكم كده ايه، يعني كلها حاجات هاديه وتعتبر مش الوان. بصوا كده انا برص معاكم النيش. طبعا غيرت الرصه خالص لان انا ما كنتش عامله كده، بس قلت بقى تغيير كده وعشان تبقى برضو متناسقه مع زي ما قلت لكم مع كل حاجه، مع النيش الابيض وكده. وبرضو زي ما قلت لكم قولوا لي رايكم، علشان يعني انا حاسه ان اللون الابيض احلى، فانتوا برضو قولوا لي رايكم. انا عارفه ان دي اذواق وكل واحد ليه ذوق وليه رايه، يعني انا عارفه ان مفيش 10 بيتفقوا على راي واحد او على ذوق واحد، تمام. باخد رايكم، مش ان انا مثلا هغير اللون او كده، لا، الحمد لله انا مقتنعه بيه وكده، بس ايه، بحب اسمع برضو كل الاراء. ماشي. بصوا انا هنا حبيت ان انا اعمل في الرف ده، بصوا عشان فوق في ضرفتين كاسات، فوق ده على طول في رفين كاسات. طبعا الكاسات ايا كان شكلها، بس هي برضو ازاز ابيض ما فيهاش لون، يعني مفيش غير رف واحد بس اللي هو فيه كاسات لونها كشمير. وقلت بقى هنا خلاص انا هحط اللي هي الكاسات التانية الطويله دي، لازم شبه الشوبات بتاعه الميه دي برضو القاعده بتاعتها كشمير وفيها كنار ذهبي كده. بصراحه بحب شكلهم جدا جدا وبحب اشرب فيهم قوي. انا عندي طقم تاني مخليه في المطبخ، بصوا اهو. ورحت بقى حاطه مطعمه معاهم باللون الذهبي اللي هو الطقم الذهبي اللي انتوا شايفينه، البراد بالكوبايات بتاعته. هنا بقى جيت على الضرفه اللي في النص فوق انا رصيت جزء من الصيني. لما يكون النش عندك ازاز، رفوف ازاز، ما تحمليش عليها قوي، يعني هي الازاز تقيل وكل حاجه وتمام وزي الفل، اللهم صل على النبي، بس ايه بس ما برضو ما تحمليش عليه قوي قوي، يعني خليكي ايه كده ايه في المعقول. فحط مثلا الفناجيل مش عارف ايه كده الحاجات دي. انا عملت كده، انا حطيت في الرف الاولاني حطيت اللي هي الحاجات بتاعه الصيني اللي هي ايه برضو الفناجيل. هتشوفوا دلوقتي السكريه، البراد بتاع الشاي اللي هو الصيني، الحاجات اللي ما بنستخدمهاش دي عارفين. وهفضل اقولها والله كل الفيديوهات، وهفضل اقولها على طول، بلاش يا جماعه حاجات ملهاش لازمه. يعني فكره النيش دي لو تتلغي من الحياه هتبقى اكتر حاجه انسانيه اتعملت للبشريه كلها. لسه جوزي من وانا برص كده عمال يقول لي يعني شوفي اهلك دافعين قد ايه في النيش ده، في الحاجات اللي في النيش ده، واحنا يعني انا على قدر الامكان بحاول استخدم الحاجه عشان حرام يعني اجيبها تفضل مدى الحياه ما استخدمهاش، لا، بس انا بستخدم الحاجه تمام. بس في حاجات ملهاش لازمه عندي، زي مثلا اللبانه اللي قدامكم دي، زي البراد الصيني ده. ما مفيش حد في المصريين ما بيشربوش يا جماعه في براد صيني يعني شاي، لازم البراد الاستانلس او الالومنيوم. بصوا بوريكم الضرفه اللي في النص بقى كده اهو. رصيت ايه، عملت فوق ابيض وتحت ابيض، وكمان في النص ايه اللون اللي هو الكشمير ده. هنا بوريكم بقى شكل النيش كله، مرضتش طبعا بقى ارص واوجع دماغكم بكل الرصات، بس انا هفتح دلوقتي كل حاجه وتشوفوها. وقولوا لي كمان ايه رايكم في المفارش. ما حبيتش ان انا اجيبها ابيض ساده، والله انا ما كنتش عايزه احط مفارش خالص، بس عشان النيش ابيض لازم يبان، فقلت هبينه بمفارش. يعني الموضه اللي طالعه دلوقتي ان النيش ما يتحطلوش مفارش خالص. جبت له المفارش اللي هي دي، شكلها بصراحه حلوه قوي وعجبني وما شاء الله قيمه يعني. كان في منها ابيض ساده، قلت بقى هيبقى ابيض في ابيض، ابيضات كتير قوي، لا، رحت مطعماه باللون الكشمير كده الهادي ده. لقيت اللونين دول مع بعض وقلت تمام قوي زي الفل. قولوا لي رايكم بقى في الرصه بتاعتي، وتعالوا بقى اوريكم الكارثه الباقيه اللي عندي من الكركبه. بصوا دي اوضه ولادي، طبعا الاوضه دي محدش بينام فيها، احنا بقالنا كده تقريبا اسبوعين اهو. كراكيب كراكيب كراكيب، مش قادره احكي لكم، يعني اسمها ما بتروقش، ده ما بتروقش يا جماعه، الشقه عندي كلها مكركبه، كلها يعني. بس ان شاء الله باذن الله كل ده هعمله معاكم، وهتتفرجوا على الشقه دي باذن الله تعالى، يا رب يتمها كده على خير، ادعوا لي. صح، نسيت في اول الفيديو اقول لكم صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عشان ناخد حسنات، يعني ما ننساش، احنا ما بدأناش في الفيديو بس لازم نختم بيها.
وهنا بقى هوصل معاكم لنهايه الفيديو. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، يكون فيه افاده ليكم. ما تنسوناش بقى في لايك ودعم للقناه. اسيبكم على خير والسلام عليكم.